اسمي كريم وعمري 23 سنة، وأنا الابن الوحيد في العائلة. أختي الكبرى نورهان متزوجة وتسكن معنا بين الحين والآخر لأن زوجها مسافر للعمل بالخارج. من فترة قرر والداي زيارة بعض الأقارب في قريتهم الأصلية. ظلوا يسألوني لأذهب معهم، لكني رفضت تماماً. بحق الجحيم، لا أستطيع. القرية تعني عدم وجود إنترنت جيد، والنوم في 9 مساء وأسراب من البعوض. الأمر ببساطة ليس مناسباً لي، لذا ذهبا مع أختي وتركاني وحيداً في الشقة. جارتنا التي بجوارنا مباشرة هي سيدة تدعى سحر. هي في عمر أمي وأرملة، وكانتا أفضل صديقات منذ الأبد. لديهما سجار مفاتيح احتياطية لشقق بعضهما. إنها امرأة لطيفة وجميلة. أولادها تزوجوا ويعيشون بالخارج، لذلك تقضي وقتاً طويلاً بمفردها. قبل أن يسافر والداي، كانت أمي قلقة علي من أن أتضور جوعاً، فطلبت من سحر أن ترعاني وتتأكد من أني آكل. وافقت بالطبع. في الأيام القليلة الأولى كانت تطبخ وتترك لي الطعام. في معظم الأوقات كنت أنساه وأجده بارداً فيما بعد، وأطلب ساندويتشاً أو أحضر شيئاً سريعاً. أعتقد أنها أخبرت أمي أنني لا آكل بشكل صحيح، لأنه في يوم من الأيام اتصلت بي. كنت نائماً نصف نائم، ولم أسمع هاتفي لأنه كان على الوضع الصامت، وعندما لم أرد استخدمت مفتاحها الاحتياطي لتتفقدني، معتقدة أن هناك خطباً ما. دخلت وهي تنادي باسمي، ووجدتني أنهض للتو من النوم. كنت مرتبكاً ومشوشاً. كريم، لقد اتصلت بك مراراً، إنه وقت الغروب تقريباً، لماذا ما زلت نائماً؟ سألت بنفاد صبر. أنا في انتظارك لتتغدى، وما زلت نصف نائم. تذمرت. فقط أحضري الطعام إلى هنا. هزت رأسها. مستحيل، أمك طلبت مني أن آكل معك. في كل مرة أترك الطعام لا تأكله. انهض، اغسل وجهك وتعال، أنا جائعة أيضاً. وما زلت غير مدرك تماماً. جلست في السرير. حسناً، أنا قادم، تمتمت. عندها رأيت وجهها يتغير. احمر وجهها بشدة، واتسعت عيناها، وسرعان ما حولت بصرها متمتمة. حسناً، سأنتظرك، قبل أن تركض عملياً خارج الغرفة وتغلق الباب خلفها. جلست لثانية مرتبكاً من رد فعلها، ثم نظرت إلى نفسي. أوه لا! كانت الملاءة قد انزلقت عندما جلست. الموقف الصباحي كان حسناً، واضحاً جداً. لقد أصابني الإدراك كالصاعقة. لقد رأت كل شيء. كان الإحراج فورياً وساحقاً. دفنت وجهي في يدي. كيف يمكنني أن أنظر في عينيها بعد الآن؟ بالتأكيد لا يمكنني الذهاب إلى هناك الآن. ولكن بعد ذلك اهتز هاتفي. كانت رسالة نصية منها: الطعام سيبرد، لن آكل حتى تأتي، أسرع. كنت محاصراً. كان علي الذهاب، لكن ماذا كنت سأجد عندما أعبر تلك العتبة؟ رششت القليل من الماء البارد على وجهي، محاولاً أن أغسل الخمول والإحراج المحض. غيرت ملابسي، لكن ذلك بدا وكأنه لفتة غير مجدية. لقد حدث ما حدث. كان عقلي يسبقني بسرعة. هل ستقول شيئاً؟ هل ستتظاهر بأن ذلك لم يحدث؟ مشيت إلى بابها الذي كان على بعد خطوات قليلة أسفل الردهة. بدا وكأنه ميل. أخذت نفساً عميقاً وطرقت الباب. فتحت الباب بابتسامة خفيفة. أخيراً، أدخل أدخل قبل أن يبرد كل شيء. كان صوتها هادئاً جداً. جلسنا على طاولة طعامها الصغيرة. كانت الطاولة مليئة بأطباق المفضلة: معكرونة بالبشاميل كريمية، دجاج مقرمش، وطبق سلطة كبير. بدأنا نأكل في صمت ثقيل محرج. لم أستطع حتى تذوق الطعام. ظللت أحدق في طبقي، ثم ضحكت ضحكة خفيفة. أتعلم يا كريم؟ بدأت وهي تقلب الشوكة في المعكرونة. ما زلت أراك كالطفل الصغير الذي كانت تتركه أمي معي عندما كنت في 2 من عمرك. كنت أبدل حفاضاتك وأحضر لك الحليب الصناعي. شعرت بموجة من الارتياح.
كانت تنزع فتيل التوتر، تذكرنا نحن الاثنين بالديناميكية القديمة المألوفة. لعبت معها. بحقك يا طنط سحر. هذا كان منذ أكثر من 20 سنة. أنا رجل ناضج الآن. نظرت إلي، عيناها تلمعان بمرح جديد ومختلف. نعم، قالت بهدوء وهي تمد الكلمة. أعتقد أنني لم ألاحظ حقاً كم أصبحت رجلاً ناضجاً حتى اليوم. توقف قلبي. إذن لن نتظاهر. أخذت لقمة أخرى بابتسامة مرحة على شفتيها. أتعلم، يجب أن أكون صادقة معك. بخصوص إيه؟ سألت وصوتي مرتعش قليلاً. بخصوص ما رأيت، قالت بنظرة مباشرة ولكنها لم تكن قاسية. احمر وجهي مجدداً. لقد فوجئت قليلاً. لم أكن أتوقع رؤية شيء كهذا. تمتمت باعتذار، لكنها قاطعته بإشارة من يدها. لا تعتذر، أنا فقط أبدي ملاحظة. انحنت قليلاً إلى الأمام. هل هو دائماً هكذا؟ أم كانت مناسبة خاصة؟ كان السؤال جريئاً جداً، غير متوقع جداً، لدرجة أنه تركني عاجزاً عن الكلام لثانية. تمكنت من التمتمة بأنني كنت فقط استيقظت من النوم، أومأت برأسها فقط بتعبير مدروس على وجهها. حسناً، قالت، صوتها ينخفض إلى همسة تواطؤية. للتسجيل، كان منظراً مثيراً للإعجاب حقاً. كبير جداً جداً، بالمعنى الحرفي. توقف عقلي تماماً عن العمل. هل كان هذا يحدث حقاً؟ ماذا كان يجب أن أقول لصديقة أمي المقربة؟ عبارة كبير جداً جداً علقت في الهواء بيننا، غيرت كل شيء. لقد تغيرت الديناميكية تماماً. لم نعد مجرد الجارة القلقة والشاب الكسول. الفيل الذي في الغرفة أصبح جزءاً من المحادثة. لم أكن أعرف ماذا أقول، لذلك ظللت أحدق فيها، وربما بدوت كأحمق تماماً. هي من ناحية أخرى بدت هادئة تماماً، بل ومستمتعة بارتباكي. لا تبدو مصدوماً جداً يا كريم، قالت وهي تضع قطعة دجاج في فمها. أنا امرأة ناضجة، لقد تزوجت، أعرف كيف تبدو الأشياء. أنا فقط أقول إن شكل شيء مختلف بشكل جيد. قالتها بكل بساطة وكأنها تعلق على حالة الطقس. فجأة اجتاحتني ثقة غريبة وجريئة. لقد زال الإحراج، وحل محله موجة من الفضول وشيء آخر لا أريد تسميته. إذن، قلت، محاولاً مجاراتها في نبرتها غير المبالية، أنت تقولين أنه ليس لدي ما أخجل منه؟ ضحكت ضحكة حقيقية صادقة. تخجل؟ بالتأكيد لا، إنها هبة يا عزيزي. الطريقة التي قالت بها يا عزيزي أرسلت قشعريرة في عمودي الفقري. حجم مثل هذا ليس شيئاً تراه كل يوم. أتخيل أنه قد يكون كثيراً على بعض الناس ليتحملوه. أوقفت الشوكة. شهيتي اختفت تماماً، وحلت محلها شهوة مختلفة. وأنتِ؟ خرجت الكلمات من فمي قبل أن أتمكن من إيقافها. هل يمكنك تحمله؟ وقع السؤال مثل قنبلة. توقفت عن المضغ. عيناها تلتقيان بعيني. بقيت الابتسامة المرحة، لكن نظرتها اشتدت. للحظة طويلة لم يتكلم أي منا. الصوت الوحيد كان همهمة الثلاجة البعيدة. ثم ببطء وضعت شوكتها مضاهية وضعيتي. هذا سؤال خطير جدا من شاب لامرأة أكبر سناً، قالت وصوتها كخرخرة منخفضة. هل أنت متأكد أنك مستعد للإجابة؟ كان قلبي يدق بقوة في أضلعي. كل فكرة منطقية في رأسي كانت تصرخ بي أن أتوقف، أن أتراجع. هذه كانت صديقة أمي المقربة. كان هذا خطأ بمقاييس عديدة، لكن الطريقة التي كانت تنظر بها إلي، التحدي في عينيها، كان مذهلاً. لم أستطع التوقف الآن. جربني، همست، وصوتي ثخين بالترقب. ابتسمت ابتسامة بطيئة متعمدة وصلت إلى عينيها. لم تنبس بكلمة. لقد نهضت للتو من الطاولة وجاءت إلى جانبي ومدت يدها. لقد تم اتخاذ القرار. أخذت نفساً عميقاً ومددت يدي ووضعتها في يدها.
قادتني بعيداً عن الطاولة، بعيداً عن الطعام نصف المأكول، باتجاه باب غرفة نومها. ما كان على وشك الحدوث بعد ذلك سيغير حياتنا إلى الأبد. الساعات القليلة التالية كانت دوامة. بمجرد أن أغلق باب غرفة نومها، كل سنوات كونها الجارة فقط صديقة أمي ذابت ببساطة. كانت امرأة وأنا رجل، والكيمياء التي اشتعلت في تلك اللحظة المحرجة في غرفتي انفجرت لتصبح ناراً هائجة. لم يكن هناك تردد ولا خجل، لقد كانت نقية وخاماً ومثيرة. كانت كل ما يمكن أن أتخيله وأكثر، خبيرة وواثقة، ولا تخاف أبداً من أخذ زمام المبادرة. والأشياء التي همستها في أذني أخبرتني أنني أكثر مما توقعت، أن حجمي الذي لم تلمحه إلا من قبل كان بالفعل أكثر مما كانت تأمله. ظلت تقول أنني مثل كنز مخفي اكتشفته للتو بجوارها مباشرة. سماعها تقول هذه الأشياء، رؤية الدهشة الحقيقية والسرور في عينيها، كان أكبر دفعة لغروري في حياتي. كان مذهلاً. قضينا ما تبقى من ذلك اليوم في فقاعة من النعيم. عدنا في النهاية إلى الطاولة لتناول عشائنا البارد، ونحن نضحك ونداعب بعضنا مثل عشاق جدد. لقد اختفى الإحراج تماماً، وحل محله شعور مثير بسر مشترك. عدت إلى شقتي وأخذت حماماً طويلاً، وجلست أبتسم كالأحمق. لم أصدق ما حدث للتو. على مدى الأسابيع القليلة التالية أصبح ذلك روتيننا. كانت الإشارة دائماً بريئة: حنفية تقطر، ضوء خافت، صندوق ثقيل تحتاج نقله. كانت أمي ترسلني بسعادة، فخورة بابنها المساعد، وبمجرد أن يغلق الباب خلفنا يسقط التظاهر. كنا أحياناً لا نصل حتى إلى الرواق. كان الأمر مثيراً ومحرماً ورائعاً تماماً. كانت عاشقة شغوفة وممتنة، تخبرني دائماً كيف أنني أعدت إشعال شرارة في حياتها كانت تظن أنها انطفأت منذ زمن. شعرت وكأنني ملك. استمر هذا لمدة شهرين. لم يكن والداي على علم بأي شيء، وأختي كانت منشغلة بحملها لدرجة أنها لم تلاحظ شيئاً. كنت أعيش حياة مزدوجة، وكانت مثالية لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك ببطء بدأت الأمور تشعر بالاختلاف. تغيرت طريقة نظرتها إلي، لم تكن مجرد شغف بعد. الآن كان هناك شيء آخر في عينيها، شيء يشبه إلى حد كبير التملك. وهنا بدأ الذعر يتسلل إلي. في أي مشكلة أوقعت نفسي، أول علامة كانت تكرار مكالماتها. حنفية نقطة. بدأت تحدث مرتين في الأسبوع، ثم بدأت ترسل لي رسائل نصية في وقت متأخر من الليل، ليس لتطلب مساعدة، بل فقط لتتحدث، لتقول إنها تفكر في. كانت تصبح هادئة قليلاً ومتقلبة المزاج إذا قلت أنني سأخرج مع أصدقائي. كان التحول دقيقاً، لكن لا يمكن إنكاره. الطنط سحر، المرأة الباردة المستقلة، كانت تتعلق، وكانت هذه مشكلة. في أحد الأيام بعد جلسة إصلاح كهربائي أخرى، كنا مستلقين على سريرها. كانت ترسم أنماطاً على صدري وتتنهد. أتعلم يا كريم؟ قالت بصوت ناعم، لم أشعر بهذه الطريقة من قبل، ولا حتى مع زوجي. أنت تجعلني أشعر أنني حية. رفعت رأسها لتنظر إلي. أشعر أنني مرتبطة بك. تجمد دمي في عروقي. هذا بالضبط ما كنت أخاف منه. حاولت التماسك. من الرائع أن أكون معك أيضاً يا طنط سحر، إنه ممتع للغاية. ارتسمت على وجهها نظرة حزن بسيطة عند كلمة ممتع. ممتع؟ كررتها. هل هذا كل ما يعنيه هذا الأمر بالنسبة لك؟ لم أكن أعرف ماذا أقول. جلست، مرر يدي في شعري. أنا فقط أعني يجب أن نكون واقعيين. أنت صديقة أمي المقربة. عائلتنا تعيش بجوار بعضها البعض. هذا لا يمكن أن يكون أكثر مما هو عليه الآن. الصمت الذي تلا ذلك كان ثقيلاً وخانقاً.
جلست هي أيضاً تسحب الملاءة حولها. عيناها اللتان كانتا مليئتين بالدفء قبل لحظات تلمعان الآن بالألم. إذن أنا مجرد سرك الصغير الممتع؟ سألت وصوتها يرتجف. تستخدمني حتى يعود والداك؟ ماذا يحدث بعد ذلك؟ هل تتوقف فقط عن إصلاح حنفياتي؟ شعرت وكأنني وغد حقاً. لم أقصد أن أضللها، لكن ربما فعلت. كان الاتصال الجسدي قوياً جداً. لم أفكر في العواطف. لا، الأمر ليس كذلك. حاولت أن أشرح، لكن الكلمات بدت جوفاء حتى لأذني. أنا أهتم بك، لكن يجب أن تري كم هذا معقد. نظرت إلي فقط، تعبيرها مزيج من الحزن وخيبة الأمل. أعتقد أنه يجب أن تذهب الآن يا كريم، قالت بهدوء. ارتديت ملابسي في ذهول وخرجت، وعقلي يتسابق. لقد خلقت وحشاً، ولم تكن لدي أي فكرة كيف أحتويه دون أن ينفجر كل شيء في وجهي. ماذا كان علي أن أفعل الآن؟ الأيام القليلة التالية كانت معذبة. تجنبت الرواق وأخفض رأسي كلما غادرت الشقة، ويقفز قلبي كل مرة يهتز فيها هاتفي. لم تتصل، لم ترسل رسالة. كان الصمت أسوأ من أي مواجهة. كان والداي سيعودان في أي يوم، وفكرة عودتهما إلى هذا التوتر كانت مرعبة. ماذا لو أخبرت أمي شيئاً؟ كيف يمكنني أن أشرح هذا أبداً؟ ثم في إحدى الأمسيات كان هناك طرق خفيف على بابي. كان قلبي في حلقي. فتحت الباب. كانت سحر. بدت متعبة وعيناها منتفختان قليلاً، لكن تعبيرها كان هادئاً. هل يمكنني الدخول؟ سألت بهدوء. أومأت برأسي وتنحيت جانباً. جلست على حافة كنبتي. لا تنظر إلي. أنا آسفة. بدأت، صوتها بالكاد يهمس. آسفة لأني وضعتك في هذا الموقف، لأني جعلتك تشعر بأنك محاصر. كنت محقاً. جلست مقابلها مذهولاً. هذا معقد جداً. إنه خطأي لأني نسيت ما كان هذا حقاً. كنت وحيدة، وجعلتني أشعر بأشياء لم أشعر بها منذ سنوات. لقد انجررت. نظرت إلي أخيراً. أقدر صداقة أمك أكثر من اللازم. لا أستطيع أن أخسر ذلك، ولا أستطيع أن أضعك في وسط هذا. شعرت بموجة من الارتياح لدرجة أنني كدت أبكي. أنا آسف أيضاً، قلت. ما كان يجب علي. كنت أعرف أفضل. كان هذا خطأ. ابتسمت ابتسامة حزينة صغيرة. هل كان كذلك؟ حقاً؟ خطأ؟ لقد كان جميلاً يا كريم. كان لنا فقط لفترة قصيرة، والآن يجب أن ينتهي. يجب أن نعود إلى ما كنا عليه، جيران فقط. جلسنا هناك لفترة أطول، والهواء ثقيل بأشياء غير منطوق بها. ثم وقفت. هذا يبقى بيننا حسناً، من أجل أمك. أومأت برأسي وحلقي متقلص. مشت إلى الباب وتوقفت. أعتني بنفسك يا حبيبي، وتناول عشاءك. وبهذا غادرت. عندما عاد والداي في الأسبوع التالي، كانت الأمور محرجة لمدة 5 دقائق فقط. ثم عادت سحر إلى مطبخنا تحتسي الشاي مع أمي، تضحكان على قصصهما القديمة. كانت تبتسم لي ابتسامة عادية تماماً، ابتسامة جارة. لم يشك أحد في أي شيء. كان سرنا آمناً. استمرت الحياة، وحافظنا نحن الاثنان على وعدنا. كان هذا فصلاً من حياتنا أغلقناه بإحكام. لكن في بعض الأحيان، في وقت متأخر من الليل، كنت أشم رائحة عطرها من الرواق. ولثانية عابرة أتذكر الشعور بأن تكون مرغوباً من امرأة تعرف بالضبط ماذا تريد. وكنت أتساءل خلف بابها المغلق، هل كانت تفكر في ذلك أيضاً؟ إذا كنت تريد سماع المزيد من القصص عن أسرار تبقى خلف الأبواب المغلقة، لا تنسى الإعجاب والاشتراك.